السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعب مصر في طنطا، حسن شحاتة عاشق الزمالك. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم. غلوا لنا الحاجة النهارده الصبح صباح الجمعة كده، لقينا البنزين غلي جنيه، والغاز غلي جنيه، غاز بالنسبة لتفويل العربيات، والسولار غلي 2 جنيه. ليه بقى السولار غلي 2 جنيه؟ عشان ما كانش غلي المرة اللي فاتت. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم. الله يكون في عون المواطن المصري بجد، ربنا يرحمنا برحمته. طبعا كل حاجة غليت والمواطنين بتعاني يا جماعة. هو الناس مش سايقة أصلا نفسها، المواطن المصري يعني بيسيس أموره بالعافية بفضل ربنا وبصدق ربنا، ومسيس أموره بالعافية. الناس مش مستحملة غلاء ولا تزويد ولا زيادة في الأسعار ولا في أي حاجة، يعني ربنا يرحمنا برحمته. نصحى الصبح كده مغلين الحاجة، نروح نفول حتى في المحطة يقول لك المحطة مقفولة، جميع المحطات مقفولة. تيجي تخش تفول يقول لك المحطة متوقفة لأعمال صيانة. لا، هي مش أعمال صيانة، المحطة متوقفة لأعمال الفساد. والله يكون في عون المواطن المصري. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم. أين السادة أعضاء مجلس النواب اللي هم بيتكلموا بلسان حال المواطن المصري؟ أين أنتم أيها السادة أعضاء مجلس النواب اللي أنتم الأصول تتكلموا بلسان حال المواطن المصري؟ محدش بيشوفكم، مش إلا أيام الانتخابات وتضحكوا على الناس وتدوا وعود كاذبة وتعملوا، محدش بيشوفكم. مين بقى هنا اللي يتكلم بلسان حال المواطن المصري؟ المواطن المصري نفسه، أو المرأة المعولة المصرية نفسها، الناس اللي بتعاني. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم. الناس دي مش عارف هم عايشين ازاي ولا بيفكروا ازاي. الناس دي بتاكل وتشرب ازاي وبتنام ازاي، انا مش فاهم بجد. الله يكون في عون المواطن المصري. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم. غلاء اسعار، شوف بقى غلاء السولار وغلاء البنزين وغلاء الغاز وغلاء الحاجات ديت. شوف بقى يجي لك الزيت بالنسبه للعربيات، ويجي لك قطع الغيار، ويجي لك مش عارف ايه، والاكل والشرب، والمواطنين تضرب في بعضها، الاجره تزيد. يجي طبعا اللي بيجي يدفع اجره معهوش. طب الناس دي بتدفع مصاريف في مدارس ومصاريف ايجارات في المنازل والحاجات دي كلها، وبتدفع وبتدفع وبتدفع. طب هيجيبوا منين؟ الناس حضرتك هتجيب منين؟ الشعب المصري بيعاني. طيب يجيبوا المواطنين بقى يتخانقوا مع بعض. كانت سياره لو الاجره بقى والكلام ده كله، او السيرفيس او المشروع او سموها زي ما بتسموها، مع المواطن. طب الاثنين هنا مظلومين. طب هنعمل ايه؟ والغلاء ما حدش حاسس بحاجه. طب نرجع نقول اهو، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم. يا رب ملناش غيرك، يا رب ملناش غيرك، يا رب ملناش غيرك. الله يكون في عون المواطن المصري والمرأة المعولة المصرية والشعب المصري. الشعب المصري بيعاني، الناس مش عارفة تعيش، غلاء أسعار وحاجات وبلاوي. الناس بجد حرام، الله يرحمنا برحمته. الناس مش ناقصة غلاء وناقصة حاجات وناقصة وناقصة وناقصة، الناس فيها اللي مكفيها. يا جماعة نصحى الصبح كده يقول لك أصل إيه مقفلين المحطات عشان خاطر أعمال صيانة. لا حضرتك، هي مش أعمال صيانة، هي مش أعمال صيانة، أنت عامل كذاب ما بتقولش الحقيقة. هي أعمال فساد. عمال بس ما يجي الصبح كله فتح المحطات الساعة 7 صباحا، فاتحين المحطات دلوقتي يخش يفول. ليه كده يا جماعة؟ يا رب عاوزين حد يحس بينا، ربنا ما ملناش غير ربنا، ملناش غيرك يا رب. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسن شحاتة عاشق الزمالك.